السلام عليكم. عاملين ايه؟ عايزة اقولك انك لو وصلت لهنا انت يمكن محتاجة تهدي شوية او تسمعي صوت بيشبهك او حتى بيعبر عنك بنسبة بسيطة، او عايزة اقولك برضو انك ما تحسيش انك لوحدك. هنا مش بنقول نصايح تقيلة ولا بندي احكام ولا بقولك لازم تكوني قوية. هنا قاعدة دافية بنحكي فيها عن اللي جوانا بشويش خالص وعلى مهلنا وبقلب مفتوح. حضري مشروبك وانا مستنياكي. حلقة النهاردة عن حاجة وجعت قلوبنا كتير بس قليل لما بنعترف بيها. ليه مش بنعرف نسامح نفسنا؟ احنا بنسامح الكل إلا نفسنا. بس عايزة أقول حاجة، احنا بنسامح أي حد يستاهل إن احنا نبقى عليه، مش أي حد برضو بنعرف نسامحه. الغريبة إننا بنسامح ناس ممكن تكون وجعتنا وبنلتمس ليهم أوقات برضو أعذار وبنقول أصلهم ممكن ما كانوش يقصدوا. بس لما بنيجي لنفسنا بنبقى قاسيين قوي. غلطة واحدة بنفضل نفتكرها سنين وسنين، وخصوصا وقت النوم عقلنا بيفضل يراجع كل التفاصيل ومش بيسيبنا ننام. قرار غلط ممكن برضو نجلد نفسنا عليه كل يوم، وكأن نفسنا دي يعني ما ينفعش نسامحها ولا ينفع نغفر لها. ليه احنا قاسيين قوي كده على نفسنا يا جماعة؟ يمكن علشان اتربينا ان الغلط عيب، وان الفشل فضيحة، وان القوة معناها اننا ما نغلطش. كبرنا واحنا فاكرين اننا لازم نكون صح دايما، وان اي غلطة دليل ان فينا حاجة وحشة، فبقينا بنحاسب نفسنا مش بنعلمها. مع الأسف الخوف اللي ورا عدم المسامحة. عدم المسامحة لنفسنا مش سببه إننا وحشين، هو سببه الخوف. خوف من إيه يعني يا سنبلة؟ خوف يا حبيبتي من إنك تغلطي تاني، من إنك تضعفي، من إنك تقعدي تقولي لنفسك أنا مستاهلش الخير، فنمسك بقى في الغلطة ونضغط عليها، وكأننا كده بنعاقب نفسنا علشان ما نكررش الوجع تاني. عايزة أقولك كمان حاجة، إن جلد النفس مش بيصلح. يعني خليني أقولك حاجة مهمة، جلد النفس في حد ذاته عمره ما صلح حد. يعني العقاب مش بيشفي ولا القسوة بتعلم. اللي بيعلم هو الفهم والرحمة والاعتراف إننا بشر. إحنا كنا بنعمل اللي بنقدر عليه. يعني هقولك، لو رجعنا للغلطة أو للحظة الغلطة اللي إحنا عملناها هنلاقي إننا كنا بنعمل اللي بنقدر عليه بالعقل والوعي والقوة اللي كانت عندنا وقتها. انت ما كنتيش عارفة أكتر ولا أقوى أكتر ولا أهدى أكتر، ولا كان عندك النضج اللي عندك دلوقتي بعد ما عديتي من الموضوع ده. فليه بقى بتحاسبي نفسك بمعايير ما كانتش عندك أصلا وقتها ولا كنت بتملكيها؟ بالراحة على نفسك شوية. الفرق بين الندم والتعذيب، في فرق كبير قوي بين انك تندمي وانك تعذبي نفسك. الندم بيفهمك وبيعلمك وبيخليكي حنينة يعني على نفسك، لكن التعذيب صعب قوي، بيحبسك وبيوقفك وبيكسرك، وانتي ما ينفعش تتكسري. انت لازم تكوني وردة منورة مفتحة مطمنة، مفيش حمول على كتافك. اهدي، علشان لما بتهدي قلبك بيطمن وعقلك بيفكر صح. مسامحة النفس مش نسيان. يعني ايه؟ يعني مسامحة انك تسامحي نفسك مش معناها ان انت تنسي ولا تبرري. مسامحة النفس معناها انك تقولي انا غلطت، انا اتعلمت، بس استاهل اكمل، لسه عندي طاقة ان اكمل. دلوقتي بقى هقولك احنا ليه بنشوف مسامحة النفس دي صعبة جدا. علشان دايما بيكون جوانا صوت بيقول لو سامحتي نفسي انا هبقى هستسهل الغلط بعد كده، ممكن اكرره تاني، فببقى على طول صارمة مكشرة مقفولة. بس الحقيقة ان المسامحة اصعب من العقاب. المسامحة شجاعة ومسؤولية واختيار واعي، يعني انك تكملي من غير ما تفضلي واقفة مكانك، بس مش في نفس المكان. احنا هناخد خطوة ونمشي شوية علشان احنا اتعلمنا ونضجنا. فده اختيار واعي جدا من عقل نضج ما عادش واقف مكانه. طبطبة من القلب، يعني ايه؟
طبطبي على نفسك كده من وقت للتاني. لو في غلطة لسه وجعاكي، لسه بتيجي في بالك وبتوجعك، حاولي النهاردة ما تهاجميش نفسك خالص. قولي لها أنا شايفاكي، وأنا فاهمة، أنا معاكي. طمنيها، انت محتاجة تطمني نفسك علشان تكملي، محتاجة ترتبي أوراقك علشان تكملي، ترتبي الناس في حياتك من أول وجديد علشان تكملي طريقك. ما ينفعش تقفي. انت تستاهلي فرصة، مش علشان انت إنسانة كاملة، لأ، علشان انت إنسانة في حد ذاته. انت إنسانة بتصيب وبتخطئ ومش بتكرر الغلط. عقلك بينضج، قلبك بيكبر، قراراتك بتبقى صح من وقت للتاني، بتكوني أهدى، بتكوني أعمق، بتسمعي أكتر ما بتتكلمي. قبل ما أقفل الحلقة معاكي، عايزة أحب أفكرك بحاجة صغيرة. انتي مش مطالبة تكوني تمام طول الوقت، ولا تكوني فاهمة كل حاجة من حواليكي، ولا تدي أكتر من طاقتك. انتي إنسانة وبتحاولي، وده كفاية، وبتتعلمي من أخطائك. قوليلي بقى، ايه أكتر حاجة لسه مش قادرة تسامحي نفسك عليها؟ ولو السؤال تقيل عليكي خليه جواكي، بس حاولي تسمعي مني مرة تانية وتجاوبي بس بهدوء. ولو مش عايزة تشاركيني تعليقك، كفاية انك استفدتي وعرفتي تردي على نفسك. ونتقابل في حلقة جديدة مع سنبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.